تعمل ايه لو فاتتك صلاة الفجر؟ وللأسف كتير من المسلمين بيتصرفوا في الحالة دي غلط. وناخد بالنا في لو فاتتك صلاة الفجر دي مش انك تبقى انت اللي مفوتها. التهاون في الصلاة من اخطر الحاجات في الدين. الصلاة عمود الدين اللي لو شلته يقع. فهنا انا مش بتكلم على اللي بيظبط المنبه للشغل او للمدرسه او للكليه وما يظبطوش لصلاه الفجر، ولكن انا هنا بتكلم عن واحد مجتهد عارف هو بيحتاج نوم قد ايه فنامه وظبط منبهه وعمل حسابه انه يصحى لصلاه الفجر وما صحيش. ايه ده؟ هو ده ما عليهوش ذنب؟ طب خد المعلومه دي، انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم مره فاتته صلاه الفجر، كان مع مجموعه من الصحابه وقال لهم خدوا بالكم حد يوقظنا للصلاه، وكان المفروض احد الصحابه هيقوم بالدور ده، والنبي صلى الله عليه وسلم نام والصحابي المنتظر لصلاة الفجر نام هو كمان، راحت عليه نومه وما ايقظهمش الا نور الشمس. فلما صحيوا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم فصلوا، ولما الناس قالت فرطنا في صلاة الفجر فقال صلى الله عليه وسلم انه ليس في النوم تفريط وانما التفريط في اليقظة. اللي صاحي وسابها بمزاجه هو ده اللي فرط، واللي كان صاحي وخد القرار وهو صاحي ان انا مش هصليها ده كمان فرط، ولكن اللي نام وهو عامل حسابه ولكن فاتته خلاص ده ما فيش تفريط. طب يعمل ايه؟ كتير من المسلمين في اللحظة دي بيقوم يصلي صلاة الفجر قضاء وما بيصليش سنة الفجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ايه ده؟ هو انا ينفع اقضي سنة الفجر اللي فاتتني؟ ايوه، لانك لما نمت ما قصدتش تضيعها. ففي الحالة دي بنقوم نتوضى ونصلي ركعتين سنة الفجر ووراها بنصلي ركعتين الفجر عادي جدا وكأننا لحقنا في وقت. طب والاجر هيفضل نفس الاجر باذن الله؟ ايوه باذن الله، ربنا سبحانه وتعالى هيديك نفس الاجر. عارف ليه؟ لان ربنا كريم. واخواتي اخواتي خليني اقول لكم قبل ما نختم الفيديو ان ترك صلاة واحدة اجمع الفقهاء على انه ذنب اعظم من القتل والسرقة والزنا، لانه تارك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر يوم القيامة انه هيتحاسب عن صلاته اول حاجة، وقال صلى الله عليه وسلم فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. اللي ما بيصليش قدام ربنا ما عندوش فرصة تانية.